السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، أحاول قدر المستطاع أن أوضح الخلطة أو المكملات الغذائية اللي طلب مني بعض إخوة محمد أبو ياسين من بغداد، مثل ما نقدمها لطيورنا. أعزائي، قبل كل شيء إحنا نتكلم عن خلطة نقدر نقدمها مرحلة يعني جميع المراحل ما عدا مرحلة الراحة. أيضا نقدر بس مرتين نقدر نقدمها بمرحلة الراحة، وباقي مراحل نقدر نقدمها. وبعدين نتكلم عن مرحلة القلش أو تبديل الريش. طبعا أنا استخدم بلانكو اسبانيولا طول السنة. هسه أحاول استخدم كيلوين، يعني أضع كيلوين، يعني هاي 5 كيلو البلانكو اسبانيولا. أضع كيلوين من البلانكو اسبانيولا أو الكيلو. نحاول الكيلو لأن هسه أنا شوف ما هاي بس الكيلو. هاي كيلو نراها. هاي كيلو 12 جرام، يعني مو مشكلة، زائد 12 جرام. أعزائي، يعني أكثر من مرة سألنا عن البكتيريا النافعة أو ميجا بكتيريا. أعزائي، الإنزيكوم شغله خاص هو تقوية البكتيريا النافعة في الإمعاء، ووضع يعني غشاء على جدار الإمعاء حتى ما يعني يحفظها من البكتيريا والفطريات حتى أي شيء يعني يضرب الإمعاء. هاي هو بكتيريا النافعة، هاي يعني تستفيد من بكتيريا النافعة، يعني هاي شغلة خاص للبكتيريا النافعة. طبعا كل هاي المواد موجود كتالوج مال يعني معناتها، وموجود بالفيسبوك منزلينه، تقدرون تستفيدون منها الفوائد معناتها بشكل كامل. هسه اصفرها واخلي 10 جرام. هسه هاي يبقى المرة الجاية، هاي اضعها 10 جرام. الان نأتي على السيلي برو. السيلي برو هو بذور الشوك، هو طبيعي، وهو شغل يعني ايضا يقوي بكتيريا النافعه، لان هاي يقوي الكبد، يعني شغل الكبد. وتعرفون عن البذور الشوك. ايضا اضع به 10 جرام. عندنا الان 10 جرام موجود، اضعها. وهاي المواد طبيعيه. ناتي الليبيتور، معروف. هاي الليبيتور، هاي ايضا يقوي، يعني يقوي الكبد، كلش ممتاز. خميرة كبيرة يمكن اغلبكم تعرفون. هاي اضع ايضا 5 جرام. خميرة كبيرة. وهاي مواد كلها طبعا ما ينضر بالكبد او بالامعاء الطير، بالعكس يقوي. عندنا فيتو بيول، يعني أغلبية أيضا يسألون عن الفيتو بيول. هو يعني إذا تلاحظون هاي كلها مواد طبيعية. فيتو بيول نقدر نقدمها طول السنة، لأن هاي أيضا يقوي المناعة، يعني يقوي جهاز المناعة. هو
مكون من الأعشاب والجذور بعض النباتات. أيضا أضع 10 جرام 10 جرام بفوائد كثيرة طبعا. نأتي طبعا هاي اللي الآن اللي خليناها بالشو اسمه بالخلطة، هاي طول يعني بجميع المراحل نقدر نقدمها للطيور، خاصة مرحلة التجهيز ومرحلة الوجود الفراغ بالعش. طبعا بلانكو اسبانيولا البروتين اللي موجود بها 13.5. إذا أي واحد يريد يعني يزيد ما يقدم البيض المسلوق، موجود بروتين صافي يقدر يخلي بها 10 جرام أو 5 جرام حسب ما يريده. وهاي طبعا احنا هاي مرحلة القلج ما نحتاجها. وبعدين اكو هسه هاي الخلطة نقدر نقدمها طول الوقت للطيور، لان هاي يقوي جهاز المناعة، يقوي البكتيريا النافعة بالامعاء والجهاز الهضمي. هاي نقدر نقدمها بجميع المراحل، مثل مرحلة التجاوز تقدم الفيتامين اي للذكور والفيتامين دي 3 للإناث، هاي نعرفها كلنا. هسه اللي أغلبية يسألون واللي طلب مني أسوي هاي الفيديو هو الريد فاكتور. الريد فاكتور إذا عندنا أي نوع من الكناري الريد فاكتور، عندما نقول ريد فاكتور يعني جميع الأنواع الكناري اللي طبعا هاي الخلطة اللي احنا سويناها نقدر نعطيها لأي أنواع الطيور، حتى طيور برية أو معكوف المنقار، أي نوع. هاي اللي سويناها. هسه نأتي عن شنو يعني مرحلة القلج. ما يعني ماذا نحتاج بعد من مرحلة القلج؟ نحتاج إلى فيلبريل اللي هو أيضا 100% مواد طبيعية. قبل حتى لأن أريد أتكلم أكثر عن الريد فاكتور، لأن هاي فيلبريل لمرحلة القلج نخلي 20 جرام. أعزائي يعني هاي الكلام يعني أنتم تقدرون تشوفون المواد أو تقرؤون عنها تبحثون بالمحرك البحث. هاي 100% مواد طبيعية. يعني ما أعرف أكو ناس يقول لك أنواع خلطاني، ما أفهم هذا الشيء بصراحة. اللي موجود هاي كلها مواد طبيعية وما ينضرب أبدا بالكبد، بالعكس هاي كلها يعني يقوي جهاز المناعة ويقوي عمل الكبد. طبعا هاي ايضا نخليها 20 جرام. هسه ناتي عن الريد فاكتور. قصدنا هاي النوعيه مال بيانيتا الوحيد بكل عالم، اذا تلاحظون او تشوفون اقرأوا، الوحيد بس تخلي 5 جرام بكيلو باتيا او لتر ماي، لان هاي الريد فاكتور يعني ما ينظر ابدا بالكبد الطير. يعني احنا نعرف جميع الشركات اللي يصنعون الريد فاكتور واللي اني مستعملها، وايضا نشرت المواضيع انه لازم تخلي 10 او 20 12 جرام حتى يظهر اللون بشكل الجميل. الريد فاكتور هذا يعني اللي موجود مال بينيتا هاي تخلي فقط 5 جرام للكناري اللون الريد فاكتور، والسيسكن تقدر تخلي 3 جرامات يكفي للكيلو واحد الباتيه، وتقدمها للفراغ يعني اسبوع، يعني من اول يوم الفقس حتى يخلص القلج وما ينضر بالكبد. يعني هاي من خلال التجربة، يعني هاي مو أي كلام. يعني إحنا لازم نسأل، يعني نسأل نفسنا ليش يعني 5 جرام يكفي، لأن 100% 5 جرام يظهر اللون اللي نريده. يعني هاي الطيور اللي موجود عندي هاي أغلبها فراغ، وشوفوا يعني بعد ما مكمل كامل الريش. يعني هاي يعني حاضرها للمعارض، يعني إن شاء الله هاي السنة أريد أشارك يعني بهاي الطيور. يعني عندي إنتاج الحمد لله، وأريد إذا كان هناك المعارض أشارك بيه، وأشارك بيه بالقوة. يعني مو يعني أشارك بيه شيء. وأغلبية المربين المحترفين بالأوروباي يقدمون المواد الملونة بالطريقة الذي نحن نتكلم عنها. هاي الريد فاكتور طبعا هاي سعرها غالي، بس إذا نقارنها هاي احنا نخلي 5 جرام، الباقيين لازم تخلي 10 أو 12 جرام.
واحنا نعرف الاسعار كلها، يعني الجميع يعرفون، يعني هاي يطلع ارخص من الاخرين، مع العلم هاي افضل 100%. يعني مو مساله احنا نسوي الدعايه، كل واحد يعني هو حر اللي يستخدمها، وبس تجرب وتشوف. يعني هو تقدر تشتري 5 جرام و5 جرام ب 4000 اتوقع بالعراق، تقدر اشتريها وجربها. يعني 5 جرام جربه وشوف النتيجة. وهاي ما ينضر بالكبد الطيور، يعني اللي احنا نسمع يعني كثيرين يقولون هاي ينضر، ماكو هيك شيء. يعني هاي حتى الالوان الاخرى، يعني المواد الملونه الاخرى اللي يخلون بها مثلا كلوكوز، يعني السكر كلوكوز او الفيتامينات، وهاي ايضا يعني ما ينضر بالكبد اذا قدمناها بالشكل صحيح. وهاي يعني اقدمها يعني من الشهر العاشر هاي الطيور عندي، ولحد اليوم اني يعني ما وقفت. عندي فراخ، وهاي المواد اللي اقدمها يوميا. طبعا هاي هسه خليت لهم موجود فراغ، واني خليت لهم يوميا اقدمها، والحمد لله ما عندي اي مشكله. وطبعا التجربه احسن برهان، يعني كل واحد يقدر يجربها ويشوف. واذا قدمنا هاي الخلط اللي الان نحكي عنه، انت ما تحتاج لا تقدم لا فواكه لا خضروات لا اي شيء، الطير ياخذ اللي يحتاجه من هاي الخلطه. واذا قدمنا يعني اردنا نقدم الخضروات او الفواكه كتنوع اعزائي، مو غذاء رئيسي يستفيد منه، لان هو يستفيد اللي موجود بهاي الخلطه بها كل شيء اللي الطير يعني يحتاجه، بها كل شيء، ما يحتاج اقدم له اي شيء. من نفسي عندي تقريبا ما شاء الله 180 فرخ، وما اقدم له غير هاي، وما يشوفون لا خضروات. حتى اذا ان شاء الله اسوي فيديو، طبعا اسويها بالكردي تقدرون تشوفون، يعني اخلي لهم الخضروات ما ياكلون، الطيور ما ياكلونها، خاصه الفراخ، لان ما مجربينها. هاي نخلي بيها. واكو شيء ثاني، اذا احد عنده مشاكل، طبعا اني اخلي 5 جرام انتي بيكا، هاي خاص للطيور اللي تنتف الريش الطيور اخرى وياكلها. احنا نعرف الريش اللي تنمو جديد، يعني اكو طيور تنتفها وياكل الدم اللي موجود فيها، لان فيها مجموعه هاي ايضا اخلي 5 جرام، يعني مو اكثر. واحنا نقدر نخلي اذا طير عنده مشكله يعني منتف الريش، نقدر نخلي 10 جرام، بس اني اخلي دائما وياها، لان هاي ايضا 100% طبيعي. يعني ما هاي الفيل بريل والانتي بيكا ما ينذاب بالماء، لان هاي طبيعيه وما ينذاب بالماء. هسه نخلطها. اعتذر، هاي المواد كلها موجود، نخلطها. وهاي اللي اقدمها يوميا لطيوري. وهسه اجيب لكم. انا عندي طبعا هاي سويت هذا بس لان مثل ما قلت اخ محمد ابو ياسين من بغداد طلب من عندي اسوي فيديو، واعتذر عن اللغه، هاي اللي اقدر عليه. ومع الاسف اكو ناس يعني باليوتيوب حكوا عن اللغه اللي احكي بيها، انا قلت لهم انا احاول قدر المستطاع خلي هم ينشرون حتى الجمله بالكردي. وكل واحد مثل ما قلنا حر. يعني احنا نشوف كثيرين يعني يسوون اللي يقول لك هاي زينه وهاي زينه، واكو ناس يعني مع احتراماتي الشديد لما يقول لك هاي كل المواد كلها نفس الشيء او كلها زينه، ماكو هيك شيء. اكو زين، اكو احسن، اكو ممتاز، اكو احسن من كل هاي. لا يوجد شيء يعني لا يوجد احد ما يتفق ويانا. طبعا هسه اشوفكم هاي اللي صار واللي موجود عندي. أنا دائما أسوي 5 كيلو، هاي 5 كيلو، أتمنى أن تشوفوه. 5 كيلو وقدمها بشكل يومي طول فترة الغيار الريش، وقدمتها بمرحلة التجهيز والمرحلة وجود الفراغ مثل ما قلنا. مثل وضحتها، يعني وضحتها بهاي الشكل نقدمها. وهاي اقدمها للطيور بشكل يومي حتى تشوفون. طبعا اخلي هاي
اخلطها، لان قبل بارحه اني سويت هاي، وبارحه ابو ياسين طلب مني اسوي هاي الخلطه. طبعا اني اخليه يجي واخلطها بشكل جيد، وحتى من الشهر الواحد هاي سنة 2021 استخدمت أكثر من 7 أكياس 5 كيلو، يعني 35 كيلو بلانكو سبانيولا مع هاي المواد، والحمد لله الطيور ما شاء الله ما عندي. وشفت الفيديوهات اللي أنا نشرها والفراغ ما شاء الله. هاي الخلطة يصير هيك شيء وأقدمها للطيور. وأي سؤال أو استفسار أرسل الفيديو للأخ محمد أبو ياسين، وأي واحد أي مربي عنده أي سؤال أو استفسار أنا بخدمتكم، واعتذر عن أي تقصير، مع تحياتي للجميع وأشكركم جميعا.